السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الزمالك أصبح فريق منتهي الصلاحية بعد تعادل الزمالك النهارده السلبي مع بيراميدز. الزمالك بيرفض كل هدايا الأهلي، الكل بيلعب لصالح الأهلي بعد التعادل الأخير اللي قدام الداخلية، والداخلية قدر ياخد من الأهلي نقطتين أو يعطل الأهلي في نقطتين. النهارده كل الفرق بدأت تلعب لمصلحة الأهلي. الإسماعيلي النهارده بيتعادل مع فيوتشر، الزمالك النهارده بيتعادل مع بيراميدز، والأربع فرق دول اللي هو الزمالك والاتحاد وبيراميدز وفيوتشر هم دول الفرق اللي تحت الأهلي بالترتيب كده. لكن هنطلع منهم الاتحاد لأنه مش هيبقى عنده النفس الطويل لحد نهاية الدوري إن هو يقدر يخش المربع أو يقدر ينافس على أي حاجة. فالثلاث فرق اللي تحت الأهلي النهارده بيقولوا له اعتبر ماتش الداخلية كأن لم يكن. ماتش الزمالك النهارده مع بيراميدز، الماتش ده حقق كل الارقام القياسيه النهارده. ماتش بدون فرصه واحده حقيقيه على الجون، فرصه واحده حقيقيه على الجون مفيش. النهارده فين سيف الدين الجزيري في ارض الملعب؟ النهارده فين واحد زي ناصر منسي الصفقات الجديده؟ النهارده فين سامسون ايكينولا؟ فين ابراهيم النضاي؟ النهارده فين الناس اللي المفروض ان هي تنزل تعمل الفارق، او المفروض الناس دي تلعب طالما كده كده الاداء سيء؟ واحد زي فريرا النهارده مدير الفني لنادي الزمالك وصل رساله النهارده للعيبه في الماتش، رساله سلبيه جدا، هي ان النهارده يعني هو مش قادر حتى يقول لهم اعملوا جمله، مش قادر يقول لهم اعملوا تكنيك، اعملوا اطلعوا بالهجمه دي. الهجمه دي لما تطلع بيبقى الوينج ده كده والوينج ده كده، مفيش جمله توحد الله النهارده بتتلعب في نادي الزمالك، مما يدل على ان ده نفس الشيء اللي بيحصل في التمرين. التمرين كله عشوائيه، كله اجتهاد، كله فرديه، وده اللي احنا بنشوفه في ارض الملعب. النهارده ماتش الزمالك لما الزمالك بدا يلعب، الزمالك بدا الماتش كويس، بدا بضغط عالي وقدر يبقى منظم سنه النهارده في الدفاع. لكن الزمالك مش موجود. الزمالك بمجرد ما الكوره بتوصل للاثنين الديفندرات او صانع الالعاب اللي قدامهم ايا كان هو مين، ما بيقدرش يعمل جمله، ما فيش جمله. النهارده واحد زي احمد سيد زيزو، احمد سيد زيزو اللي الراجل ده خلاص يعني استنزفه، الراجل ده المفروض يرفع على الراجل ده قضيه، زيزو المفروض يرفع على فريرة قضيه. الراجل بيلعب حلو بيلعب، وحش بيلعب، بيخدمني بيلعب، ما بيخدمنيش بيلعب، ماسكينه ومكرهينه في عيشته في ارض الملعب بسيبه يلعب، سايبينه وهيقدر يلعب كويس اروح شايله وموديه الناحيه الثانيه وما تسالش ازاي. هو ده فيريرا. لكن النهارده لما تيجي تتكلم عن واحد زي احمد سيد زيزو، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها الراجل ده بيلعب اساسي، الراجل ده انت موتته، الراجل ده انت موتته حرفيا، مش هيقدر يكمل معاك، وهيكمل معاك على نفس المنوال. كان الله في عونه، لان هو خلاص هنا فضي، ما عادش فيه حاجه، مليان يعني، مش فضي اللي هو خلاص الراجل ما عادش عنده مكان فاضي يقدر يعمل بيه اي حاجه في ارض الملعب. فاللي هو بيعمل المطلوب منه، انت بتنزله وينج هيرفع الكوره، اترفعت كويس. حتى الاوفرات بتاعته السنه اللي فاتت غير الاوفرات بتاعت السنه دي. السنه اللي فاتت كان بيرفع الاوفر للوينج الثاني، مش هقول لك للمهاجم، كان للوينج الثاني بتنزل على رجله بتنزل على راسه، كان بيرفع الاوفر للمهاجم بتنزل على راسه، كان بيرفع الاوفر للي جاي من نص الملعب مظبوط وهو بيجري. فالراجل النهارده ده استنزف. طيب الجمل دي كانت بتحصل بقى السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت زيزو كان سيد نيمار وكان في حمزه المسلوسي من وراهم. سيد زيزو يعني انا عايز اشوف بس جمله بتحصل. هتكلم الاول على الجبهه بتاعت سيد زيزو. سيد زيزو لما بيلاقي نفسه ممسوك بيحط له اي فريق قدام الزمالك بيلعب بقى حافظ خلاص الراجل ده، فبيحط له واحد او اتنين بيكرهوا في عيشته. الراجل هو بيعرف يعمل ايه، بيعرف يطلع قدام ويعمل الاوفر او الكروس بيجي مظبوط، او بيروح قاطم وبرجله الشمال وبيروح ايه رافع الكروس. النهارده الراجل ده بدا يوقفوا له مدافع واتنين وما بيتحركوش فسايبينه. طب ما تسقط الراجل ده في نص الملعب وتطلع الراجل الباك يكمل. ما هو الراجل ده لما يسقط في نص الملعب هياخد معاه اتنين ومميز في التسديد، طلع له بقى الباك، طلع له واحد من خط الوسط يطلع يعمل اوفرات، فضي له مكان. عشان انا عايز اشوف جمله، مفيش جمله، مفيش جمله. بس بالعكس فيريرا لما بيشوف الراجل ده ممسوك هنا، لا تعالى انا هوديك ناحيه الشمال، وهجيب الراجل ناحيه الشمال ناحيه اليمين. طب هو كان عارف يلعب هنا لما هيروح يلعب هنا؟ انت ليه بتموت اللعب؟ انا ما اعرفش. هو ده اللي فيريرا بيعمله في الزمالك. كان في الاول يجي يقول لك اصل المستشار مرتضى منصور لما مشى فيريرا هو اللي كان غلطان. النهارده يقول لك لا، لما مرتضى منصور رجع فيريرا يقول لك لا ده اللعيبه هي اللي متخاذله. طب انتوا عايزين توصلوا لايه؟ الراجل ده بيخرف في ارض الملعب، الراجل نسي الكوره، مفيش حاجه بيعملها في ارض الملعب صح. ظالم كل اللعيبه بغض النظر عن مستوى اللعيبه اللي تحت الصفر، لكن هو ظالمهم. ما تطلع واحد زي احمد سيد زيزو وتنزل يا عم عندك ابراهيم نضاي. وانت جايب ابراهيم نضاي ليه؟ يعني ابراهيم نضاي ده موجود في الفريق بيعمل ايه؟ ما تنزل سيد نيمار مكانه، نزل اي حد مكانه. ايه العيب في ان هو يطلع؟ الماتشات اللي جايه دي
اخر ماتش للزمالك فيه امل ان الفريق ده يكمل لحد نهايه الموسم، وهو ماتش الترجي التونسي اللي هيتلعب يوم الثلاث. الزمالك لو عمل اي سكور بعيد عن المكسب الزمالك هيتدمر. الزمالك هيسرح اللعيبه دي، اغلب اللعيبه دي، وفريرا ماشي، لان فيريرا النهارده كان اهم حاجه عنده ان هو ما يخسرش، اهم رساله عنده ان هو ما يخسرش، لانه عارف ان في نوش في مجلس الاداره، بعيد عن ان مرتضى منصور مش موجود، في نوش في مجلس الاداره ان الراجل ده ما يكملش وياخد الشرط الجزائي بتاعه ويمشي. فهو الراجل كان خايف جدا 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 النهارده قدام بيراميدز، وبان في ارض الملعب مش فارق معاه ان هو يكسب، اهم حاجه ما يخشش فيها جون. بان ده النهارده، وكانت على فكره الرساله دي وصلت للعيبه، فاللعيبه اوريدي خلاص مش تعمل حاجه. من يوم ما بيراميدز بدأ يلعب معانا في الدوري المصري وهو طول عمر الزمالك راكب على الفريق ده حرفيا، ايا كان الزمالك وحش بيقدر يخلص الماتش بجون واثنين وثلاثه في اول الشوط الاول، وفي اول دقائق كمان، كان دايما في اول 3 4 دقائق الزمالك بيقدر يسجل. النهارده ماتش يعني الماتش النهارده أسوأ ماتش تقريبا في تاريخ الفريقين، يعني بغض النظر عن التعادل، لا مفيش النهارده فرصه توحد الله للزمالك على الجون حقيقي. لكن بيراميدز النهارده قدر يعمل فرصه واتنين، لكن برضه مش الماتش الواو. وما يطلعش برضه النهارده ايه واحد من اخواننا اللي هم بتوع الزيطه يقول لي ايه ان جو المؤامره وانت مستني ايه من فريق الرئيس النادي بتاعه مسجون او محبوس ظلم، وان رئيس النادي التاني هو اللي حبسه والدوله وبتتامر علينا وجو الافلام الاكشن ده. طب بذمتك ودينك انت كزملكاوي عندك معلومه ان الزمالك مثلا من اول 2023 ما كسبش غير ماتشين اتنين بس؟ وكانت حجتك قبل كده لما كنت بتتغلب ازاي ده الدوله بتتامر علينا واتحاد الكره بيتامر علينا والصفقات ومش راضيين يأيدوا لنا الصفقات، والمستشار راح لهم الساعه 11 ونص والكلام، شويه كلام خرف كده، اهو أيد لك الصفقات، والصفقات لعبت معاك اخر 3 ماتشات او اخر ماتشين، ماتش الترجي اللي فات والماتش ده، انت عملت ايه؟ اهم لعبوا معاك وما زال الوضع كما هو عليه، بل بالعكس الناس دي لو كانت جايه كويسه ونهج الفريق هو اللي سيء، هم جم وخدوا النهج ده وشربوه وهيبقوا اسوأ من الاول كمان. ومع ذلك انت برضو مش تقدر تحكم عليهم اذا كان يا راجل في صفقات اصلا موجوده ما لمستش الكوره. انا مش بهاجم بقول فين الصفقات والفلوس لا انا بتكلم على اللعيبه دي. مين البديل بتاع احمد سيد زيزو في ارض الملعب؟ مين البديل؟ مفيش. النهارده مفيش الا ابراهيم نضاي هو اللي انت جايبه الوينج الوحيد اللي يلعب مكان احمد سيد زيزو. تعرف ان اخر 10 ماتشات للزمالك الزمالك فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر 6؟ الكلام ده في الدوري بس، الكلام ده في الدوري بس، وده الماتش الثالث على التوالي للزمالك، الفريق اللي ما بيسجلش جون واحد ماتشين في افريقيا، الماتشين اللي فاتوا اللي هم بتوع المريخ وبتوع الترجي التونسي، والماتش النهارده مع بيراميدز، اخر ماتشين قدام الترجي وبيراميدز بدون فرصه واحده حقيقيه. بجد والله كان الله في عون جمهور نادي الزمالك. فين تعليمات المدير الفني في الملعب؟ مفيش. طب فين جمله واحده النهارده تتعمل في ارض الملعب؟ ما عنديش. طب صفقه من الصفقات اللي كنا هنموت عليها وتتسجل تنزل تعمل لي النهارده الفارق وتخلينا اكسب الماتش؟ ما تلاقيش. عبد الله السعيد النهارده وبلاتي توريه النهارده في بيراميدز بصراحه عملوا كل حاجه في الكوره، على الرغم من ان عبد الله السعيد ده 37 سنه، ما عدا عملوا كل حاجه هو بلاتي توريه النهارده. مفيش كوره كانت بتطلع من قلب بيراميدز الا لما تبصم على بلاتي توريه. بلاتي توريه انا مش عارف ازاي اللعيب ده موجود في الدوري المصري بيلعب في بيراميدز وما خدوش لا اهلي ولا خدوا زمالك، لكن النهارده كل كره طالعه لازم يبصم هو عليها وبعد كده يبصم عليها عبد الله السعيد. عملوا كل حاجه النهارده ما عدا التسجيل. مفيش كلام جديد يتقال النهارده عن نادي الزمالك، نفس العك، نفس التخريف، نفس كل حاجه غلط بتتعمل، ونفس الكلام اللي بيتقال كل مره هو نفس العك ونفس كل حاجه. ولك الله يا جمهور الزمالك. اتكلم بسرعه كده عن تسريب عقود لعيب نادي الزمالك. مين المتسبب في تسريب العقود دي ومين المستفاد؟ طب كنا بنقول لمرتضى منصور هو موجود كان له ناس مصلحتها ان هي تهز استقرار النادي والكلام ده. الصور دي ما بتطلعش غير من حد زملكاوي معاه صور للنسخ الحقيقيه. فالموضوع ده غريب جدا. انت النهارده مستفيد ايه من انك تسرب عقد دونجا؟ مستفيد ايه من انك تسرب عقد مصطفى شلبي؟ مستفيد ايه انك انت اخر تسريب لاخر عقد سامسون ايكينولا؟ الموضوع في حاجه غريبه ومحتاجين نفهم الموضوع ده بيتعمل ليه.
بيتعمل ليه وفي مصلحه مين. والموضوع كله اللي اتقال النهارده على قناه نادي الزمالك بخصوص الموضوع ده ان اللي بيتسرب الحاجه دي هم ناس زملكاويه موجودين في الكواليس ونفسهم يبقوا ماسكين اداره نادي الزمالك. اخر حاجه معانا النهارده وهي ان اخر فرصه تقريبا للجيل ده كامل، الجيل اللي بيلعب والجيل اللي قاعد على الدكه والمدير الفني وكل الكواليس اللي انت شايفها دي او كل الكاست اللي انت شايفه ده، اخر فرصه ليهم وهي ماتش الترجي التونسي يوم الثلاث في القاهره. لان اي نتيجه زي ما قلنا غير الفوز كل الناس دي هتتسرح او اغلب الناس دي هتتسرح، وطلع بقى لعيبه جديده، طلع ناشئين، كده كده انت مفيش منافسه لا على الدوري ولا على دوري ابطال افريقيا. بجد والله من قلبي الله يعين كل واحد زملكاوي بيحب يتفرج على كوره، مش قصه تشجيع عشان مكسب والكلام من ده. لان اللي بيعمله فيريرا واللي عمله قبل كده اداره نادي الزمالك هو من سيء لاسوأ، وانت بتجني النتيجه بتاعته دلوقتي، فلك الله. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتك الحلقه اشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.